العواف عليكم متابعيني اللزاز، يا رب تكونوا بخير. ضيفي النهارده من الناس القليله قوي اللي دمها خفيف جدا وبيضحكني جدا وممكن يفكني من المود بشكل رهيب لو انا ستريس. وانا النهارده كنت ستريس جدا، كان عندي تصوير صعب قوي وقررت ان انا اختم اليوم بمحمد بدوي. محمد بدوي كوتش ومتخصص في التين ايجرز، فاحنا هنخش النهارده نتكلم في موضوع هذه كده، فانا هاخدكم واحده واحده. طب احسن حد يتكلم معاكم عشان عارفه ان هو موضوع تقيل وموضوع يعني ان شاء الله مش هيبقى بايخ، بس انك تتكلم في موضوع تقيل مع حد بيعرف يطبطب عليك وهو بيتكلم دي حاجه مش سهله. منورني يا محمد. ميرسي جدا ياسمين، إيه؟ مقدمه يعني يعني مستحقه، ميرسي جدا، مقدمه مستحقه. شكرا جدا. هنسمي الحلقه ايه؟ تبا، صح؟ يعني يعني انت عارفيني الحلقه دي هنسميها تبا، لقد وقعنا في الفخ. يلا اتفقنا. ابتدي معاك بقى بسؤال تقليدي دايما ببتدي بكل الناس. يلا بينا. بالسؤال ده، ايه العواف بالنسبه لك؟ كلمة العواف لما بتسمعها أول حاجة بتيجي في بالك إيه؟ ست فلاحة كده معدية؟ مساء الفل. مساء الفل. سلام. سلام. طيب لو قلنا بقى العافية في حياتك؟ أنا بعتبرها دايما في حب الناس. يعني دي أكتر حاجة بتريح وبتخلي البني آدم يلا بقى نعيش، يلا نشتغل، يلا نفكر، يلا نتعامل. كل ما بيبقى البيئة اللي حواليا فيها ناس أنا مرتاح لهم ومرتاحين لبعض، كل ما بيبقى استعدادي للي جاي أسهل وأقوى. طيب لو سألتك هل في شخص أو أشخاص هي سورس العواف في حياتك؟ الأسئلة دي صعبة قوي. احنا قلنا احنا بقى نبتدي حبة حبة. بصي طبعا عشان احنا محطوطين تحت ضغط، فالإجابة أيوة. الأولية نهى. طبعا نهى. طبعا أيوة بس طبعا نهى، ودي إجابة صادقة وطالعة من القلب، مش عشان هي واقفة ورا الكاميرا ولا حاجة. يعني طبعا في جزء بيبقى يعني ولاد أختي، يعني أنا يعني هم بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، وأنا الحمد لله برضو في حياتهم. فهم بيبقى في اللمة بتبقى ظريفة جدا معاهم، بالذات بقى لو نازل مع كل واحد لوحده 1 to 1. لا بعملها اللذيذة بتاعتك دي. وساعات كمان يبقى مثلا اللي هو طب انا ما عنديش كذا، انت وراك حاجة، طب يلا نشوف حاجة نعملها. عندهم قد ايه؟ الكبير آدم عنده 15 او يعني 16 بقى و11، ويوسف صار 11. ده سن صعب قوي. طبعا. بس انت اكسبرت؟ لا مش لا يعني برضو مش يعني لا يعني ارفض تماما حته الاكسبرت دي، لان كل واحد يعني بيسعى ان هو يقدر يساعد على قد ما يقدر، لكن صعب جدا في الحاجات دي بالذات يعني حته أيوة. ان يبقى فيه خبره، لان الموضوع المعتمد على التعامل مع البني ادمين بحسه فيهوش خبره. يعني هي بتبقى عندنا اساسيات بنجتهد، والباقي كله بيبقى يعني بتوفيق من ربنا. صح، انا بقول كده دايما في الكوتشنج، يعني بالذات انه في علم، ده اكيد، علشان بس في ناس طبعاً كتير قوي بتغلط في الموضوع الكوتشنج ده، عشان انا عارفه ان السيرتيفيكت بتاعته دلوقتي بقت موجوده اونلاين وممكن اي حد يخش في يومين ويبقى سيرتيفايد، بس الناس اللي سيرتيفايد عن حق الموضوع فيه كميه علم ودراسه وقرايه مش طبيعيه، وصعب ومتشبع جدا. يعني صعب جدا ان انت تقولي ان انا بقيت اكسبرت. يعني ما هوش علم ملموم، هو أيوة. انت بتتعاملي مع بشر. الموضوع طب ده يوديني السؤال بقى، ايه اللي وداك للحته دي؟ ايه اللي وداك الكوتشنج؟ ايه اللي وداني الكوتشنج؟ لا يعني كذا حاجه. اولا في فتره من حياتي قعدت فتره كبيره جدا يعني بعمل طب، يعني انا بروح لدكتور حوالي 10 سنين. حبيت جدا. هاي فايف. كان بالنسبه لي طبعا وكان في مرحله رحله اكتشاف عنيفه جدا وتغيير اعنف. وكان الفكره ان البني ادم ممكن يستكشف نفسه عن طريق بس الحوار، وعن طريق حد فاهم وبيطلع الاخطاء او التنوير. هو اللي حصل ان كان في حاجات بتنور. تنوير حلوه قوي الكلمه دي. فكان الواحد بيحس هو انا ما شفتش ده قبل كده، انا ما فكرتش في ده قبل كده. فده كان اول حاجه. تاني حاجه انا اكتشفت مع الوقت طبعا حته الباشن بقى والشغف، وانا كنت ساعتها كنا ساعتها شغالين بقى هو اللي احنا بنعمله ده وكان عندي انا دايما يعني بحس ان انا في حاجتين مهمين او حاجتين انا شاطر فيهم او بحب اعملهم: حل المشاكل ايوه والتعامل مع بشر. يعني كنت ناس كتير جدا ابتديت اسمع انت مستمع جيد جدا، انت بتساعدنا كويس، بتريحنا. وابتديت اجمع ان دي صفات ممكن استغلها في مهنة. صح.
فانا حتى يعني انا فاكر قبل ما الجا للكوتشنج انا دخلت على جوجل كتبت a job ايوه where I can help people. يعني كان بالنسبه لي هاي دي البساطه، يعني انا كنت هو ده اللي بيخليني انا مستني يعني لما حد يقول لي عايز اقعد اتكلم معاك كنت بحس انا متحمس جدا. دي حاجه قليله قوي يعني ما قابلتش ناس كتير وده من الحاجات اللي استفدت فيها من الطب النفسي، ان انا استكشفت يعني صح. فهمت بقى نفسي انا بحب رحلة. ايه وما بحبش ايه. ساعتها اصلا كنت في OBS معاكم وكنت خلاص انا شبه بستقيل او باخد اجازه طويله عشان طالع اعمل سيرتيفيكت في امريكا حوالي شهر ونص شهرين. ومن هنا بقى بالصدفه كنت برضو باكسبلور في مصر وبدور على ايه الاماكن اللي في مصر. احمد الابياري طبعا الله يمسيه بالخير، يعني كان جاي يومين معرفش تواصلت معاه ازاي، كنسلت كل البلانز وكنت يعني من تاني جروب ابتدينا الكوتشنج في مصر مع احمد الابياري. احنا بنشكر طبعا انتلكت يعني من خلال هذه يعني المنصه ان احنا بنقول لهم متشكرين جدا على فضل علينا. يعني ناس كتير قوي بتتكلم على الشيفت كارير، بس انا بتكلم على حته اللي انت قلت كلمه حلوه قوي، تنوير. انا زي ما نكون لما دخلت المكان ده نافوخي نور، فانتلكت انا فعلا نورت نافوخي وبدات احس انه ايه ده. طبعا حته بقى التخصص ان انت تخصصت السن ده بالذات. السن ده بالذات برضو كان في جزء ان انا بحب اكتر السن ده، بحب مشاكله. وكان ساعتها انتلكت لما خلصنا الCPC اللي هي اول سيرتيفيكت ليها دعوه بالكوتشنج، كان في برامج مختلفه هم بيقدموها. انا كان فجاه حسيت بحماس مش طبيعي ان انا عايز انرول في للاسف مش فاكر اسم الكورس يعني مش مشكله عادي جدا، احنا اسفين يا انت، كلنا مرينا بالظروف دي بالظبط كده. قولي يا نهى. ماشي تمام. live by design احنا افتكرنا الاسم نهى مش ورا الكاميرا ولا حاجه ولا قالت لنا عليه. live by design not by default. شطورين. ومن هنا برضو ابتديت. طبعا انا كان كل يعني شغلي معتمد على الريفيرلز، على الناس بترشحني، وبقيت يعني تراستد طبعا. يعني لا يعني الحمد لله بقيت هو دي اكتر حاجه بعملها او الناس يعني معروف بيها يعني. صح. بس طيب انا التين ايجر، استنى عشان اللحظه دي لحظه صعبه شويه. انا ابني مراهق. تمام. انا مش عارفه ليه بعد ما قلت جمله انا ابني مراهق دي حاسه ان انا عايزه ارقع بالصوت، بس هي حقيقي هي فتره يعني خلينا اوصفها لك شويه كأم. تمام. انا كأم الاول بيبقى عندي بيبي، تعرف بيبي بيبقى على قد ما هو متابع بس كيوت وخدود ومش عارف ايه وشويه بزابيز وضحكت وضحك مش عارف ايه اكل مش عارف عمل ايه، ففيها متعه رهيبه. وبعدين بيبتدي بقى ان هو يخش في مرحله التودلر فيبتدي يخشوشن شويه كده، بس هو ستيل بيعمل الحاجات الكيوت انا كأم مستمتعه بيها جدا. تمام. وبعدين في مرحله طفوله كده اللي هو ولا هو كده ولا هو كده، فبتبقى ترانزيشن فيز كده. بس ببتدي اركز في ان هو بنخش في ديلمة المدرسه، يمكن بتبقى دي اقوى سنه ان هو عندنا امتحان دراسات اجتماعيه. فانا بالنسبه لي مين اللهبل اللي انا هقعد اذاكر له دراسات اجتماعيه؟ ده مش فاهم حاجه، ده مش فاهم حاجه في الدنيا، ازاي هقعد اذاكر له دراسات؟ بتبقى ملهي في حاجه. وبعدين مش عارف ليه محمد بقى تحس ان في لطشه قلم بتنزل عليك كده. طبعا ابني بقت مراهق، ودي بتبقى المشكله اصلا. انا متهيألي ان الام لازم تتعالج من الصدمه دي الاول قبل ما نخش على المراهق. صح. هو ده بيبقى المشكله، ان فجاه بيبقوا شخصيه، فجاه بيبقى ليهم اراء، بيبتدوا يستقلوا، بيبقى ليهم اختياراتهم، والاباء ده بالنسبه لهم مش مستوعبينه، مش شايفينه ان الشخص دوت بقى عكس بره طوعهم بصوره مش مضره. يعني كنت دايما لما بقعد يعني انا كنت 80-90% من التين ايجرز اللي جولي كنت بطلب اقعد مع باباهم، مع الاب او الام او الاثنين، لان كنت دايما بيبقى بلاقي دايما مشكله من الاباء. في فرق ما بين ان الشخص هيعمل حاجه تضر نفسه وهيعمل حاجه بره طوع الاباء. فاللي هو الضرر ده انا عمري ما هاجي اقول من حق التين ايجر، لكن اختلاف الاختيارات او الوجهات النظر لا، انا من حق اسمعه، انا من حق اديله مساحه ان هو يختار. لان انا هاجي في مرحله اللي احنا بنعمله دوت في السن ده، هو ده اللي هيبني الشخصيه، هو ده اللي هشكل
البني ادم. استنى اسمعه حاجه ويختار حاجه اديله صلاحيه الاختيار طبعا برضو احنا في مساحه كبيره جدا في الحته دي. مم. انا ما بقولش ان هو هيروح يعني يأذي يسافر نفسه. لو قلنا إن ويتطوع او حاجة يعمل فيهاش حاجه بس ممكن مثلا تبقى ان هو قرر ان هو مش عايز يخش جامعه، مش عايز يكمل جامعه مثلا، شكرا، قصاد ان انا عايز اعمل مشروع وان انا قادر اعمل فلوس وكارير من غير جامعه. ده توبيك يعني اعتقد ده موضوع طبعا سخن جدا جدا. قصاد مثلا انا مش عايز اجي معاكم عزومه العيله، انا عايز اقعد في البيت، انا عايز العب بلاي ستيشن مع اصحابي، مش عايز اخرج اصلا، مش خارج معاكم، اخرجوا انتوا، انا هطلب اكل. ال 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 الفكره بتبقى اكتر مش في الاكشن قد في الرفض، اللي هو لا انت يعني هتيجي معانا. هو الريزيستنس اللي عندهم دي يا محمد، هي ريزيستنس ما بتبقاش، لا يعني انا اعتذر، هم ما عندهمش ريزيستنس، هم الاباء هم اللي عندهم رفض القبول الاختلاف بقى والاستقلال. يعني هو بقى مختلف دلوقتي، هو مش عايز يلبس وينزل ويروح لجدته وجده عشان يقعد ياكل، مش عايز يعمل ده، هو عايز يفضل قاعد في البيت لامم اصحابه بيلعبوا بلاي ستيشن، عايز يفضل قاعد في البيت يتفرج على اي حاجه، هو اصلا نازل خارج مع اصحابه فهو مش فارق معاه ياكل، هياكل معاهم. هي دي الفكره، هو انا مش عايز اروح. ايوه طيب تمام، بس مهم جدا يبقى في خروجات عائليه، ان احنا نحافظ على الود. ان هنعمل ده ازاي بقى؟ ايوه اول حاجه في احترام لاختلاف وجهات النظر. يعني خلاص انت دلوقتي مش عايز تيجي العزومه، مفيش مشكله، بس انا محتاجين ما تجيش، بس احنا محتاجين نتكلم. طب هتشوفهم امتى؟ هتروح لهم امتى؟ مش لازم تروح لهم وتودهم في يوم هيضيع منه 3 ساعات. تعال نتفق على وقت مناسب ليك نروح نقعد معاهم، حتى لو ربع ساعه نص ساعه. هنا انا احترمته وفي نفس الوقت بقى في قبول للاختلاف. ده مش موجود، ده بيبقى من اساس المشكلتين اللي عند الاباء. هم صعب جدا يحترموا اطفالهم من فكره هو مش عايز ده. ما هو انا لو انا عايز اطفي النور، انا ممكن اطفي النور كده، احترامي ليكي صفر. ممكن وانا قايم راحت في النور اقول لك يا ياسمين انا هطفي النور، احترامي ليكي 50%، عرفتي، بس ما اديتكيش مساحه ان انت تقولي اي حاجه. لكن لما اجي اسالك ياسمين انا هطفي النور، تمام، انا كده 75% مساحه احترام. طب لو قلت لي لا هروح اطفي النور ولا هسمعك؟ طب انت تحبي ايه؟ طيب ممكن طب ممكن مثلا نطفي النور بس نولع الاباجوره. الخد وهات دوت. هو بقى فيه دلوقتي نقاش، بقى فيه تفاوض، بقى فيه اللي هو انا ممكن ما اطفيهوش لو ده هيضايقك. ده هو ده اللي مش بيحصل مع التين ايجرز. لو ده ابتدى يبقى موجود هم بيتغيروا، لان انت العلاقه المبنيه على احترام بتوصل في مرحله كده انا عايز اريحك وانت عايزه تريحيني. لكن لو مبنيه على خوف وقهر وهو كده، واذا كان عاجب، طب يعني لو هو النهارده تحت طوعكم بكره مش يعني مواليد الثمانينات والتسعينات واحنا عشنا ده. ايوه تعالوا لي كده على جنب، احنا عشنا ده. كان بيتقال لنا كسر دماغك وكسر رايك وعادي يعني. وكلنا عملنا اللي احنا كنا عايزين نعمله. ده حقيقي. انا امي وابويا ماتوا، ممكن اقول دلوقتي عايزين ده يعني حقيقي. احنا عملناهم هم عايشين، وعملناهم بعد وفاتهم، وعملناهم واحنا وكذبنا عليهم وخبينا من وراهم بنتصرف. البني ادم بيتصرف. طيب اساسا اديني كده فرشه الاول واحده واحده بس عليا لحسن انا بص الهارت بيتس بتاعتي دلوقتي هتطلع في المايك. الفرشه بتاعت العلاقه ما بيني وما بين ابني المراهق ايه؟ ان انا اتقبله، احترام وقبول. احترام وقبول، بس كده يعني. حطيه كانه حد انت خايفه تزعليه. ايوه يعني ما ينفعش اقول له كده. يعني انت مثلا ممكن مع مديرك في الشغل ما ينفعش اقول له انت الهبل اللي انت بتعمله ده مثلا. ده اللي رجعني بقول لك للمثل اللي انا كنت بقول لك عليه قبل ما نصور. في كتاب بتاع جابر ماتي حلو قوي اسمه هولد اون تو يور كيدز، هو بيتكلم عن الكيدز يعني عامه، بس انا عجبني قوي تشبيه العلاقه بانه هو انت ليه مش بتغير من علاقه ابنك بصحابه وان هو بيروح يحكي كل اسراره لاصحابه بس بتغير لو البارتنر بتاعتك عملت كده. فانت لازم يبقى عندك نفس ثبات العلاقه، مش انه نفس يعني مش هو يعني الاكزامبل بالظبط، بس انه خليك انت الاقرب لولادك وبص لولادك دول والعلاقه اللي ما بينك وما بينهم
ببرسبكتيف مختلف خالص. تماما. لازم يبقى في مساحة لفكرة ان ده بقى بني ادم مستقل ليه آراءه وليه دماغه زي وزي. طب انا هسألك سؤال خبيث، يا رب ولادي ما يتفرجوش على الحلقة، هو بني ادم مستقل ولا بني ادم انا عايز اقطعك هنا وقبل ما تسالي السؤال. الاستقلال هنا مش معناه ان هو يعمل اللي هو عايزه. الاستقلال هنا ان هو عنده المساحه ان هو تاني يبقى فيه نقاش، فيه حوار، في انا عايز اعمل ده، انا مش بحب ده، طب هنعمل ايه. هو بيكون شخصيه محمد. بيكون شخصيه. فانت لو ما سبتيهوش هو يبقى عنده اختيارات. يعني ساعات كتيره جدا من الناس اللي كانوا بيجوا لي كنت بيقولوا لي رايك ايه، ان احنا في الكوتشنج ما ينفعش نقول راينا. فبقول لهم يعني ان انا مش هينفع اقول رايي. لو انت او انتي يعني عندكم الشجاعه ان انتوا تعملوا ده، خشوها بروح التجربه. لا الابوريت بقى الحته دي معلش. يعني انا دلوقتي الحته الاستقلاليه مش فكره ان هو يعمل اللي هو عايزه، ماشي. فكره ان احنا هو دلوقتي بيفكر في حاجه متهوره، يعني مثلا حته الدراسه، الجامعه. تمام. احنا كلنا انا كرأيي الشخصي طبعا الجامعه دي مهمه جدا، لازم يكون معاها شهاده عليا، ماشي. ولكن دلوقتي بقت النقطه ديت شائكه جدا. في ناس بالنسبه لهم اصل انا كارير هعرف ادرس سوشيال ميديا ماركتنج سيلز وابقى فرود، صح. فلوس هجيب فلوس احسن بكتير. طب انا ادرس ليه؟ فهو دلوقتي ان هو يفكر في ده، انا لازم اهتم بالفكره دي واخدها افصصها له، مش الرفض القاطع. تعال بقى نفكر سوا، طب هي دي حلوه ولا وحشه؟ لدرجه ان خد سنه او سنتين جرب. يعني احنا معليش احنا كم حد حوالينا سواء اخواتنا قرايبنا اصحابنا قعدوا في الجامعه 4 و5 6 7 سنين كتير، وكم واحد كان بيشتغل وهو بيدرس، انا وكم واحد كان الشغل بيأثر على مذاكرته فكان بيسقط هو، بس اهم حاجه سنه، اول سنه ولا 2 عشان ما تترفتش، وبعد كده 3 و4. ايوه. طب ما نلعبها بصوره مختلفه، هنعتبر ان هو سقط اول سنتين. طب ده هيساعده في ايه لما انا اديله الحته دي؟ ان هو شايف حاجه عايز يعملها فلازم يجربها وهو يشوف الخبره بنفسه والمساحه بتاعت. تخيلي انت لو كبتيه وقلتي له مفيش وهتدرس وهتخش دراسه، حصل فيا. لو هو شاطر من أهلي مش هيبقى بنفس الشطاره. ايوه طبعا. ولو ضيع سنين كتير جدا وهتلاقي نفسيا مش، وهبتدي بقى بشخصيته بتتغير مع فكره ان هو بيقعد 4 سنين بيعمل حاجه وهو فاكر ان انتوا منعتوه من حاجه هو نفسه فيها. ده حقيقي. طيب في سؤال تاني، مساحتي انا بقى تقف معاه عند فين؟ يعني مقوله شائعه جدا عند كل الامهات في السن ده، انا ابني او بنتي في فتره كده يا محمد ايزوليشن، عزله، هو قافل على نفسه وهي قافله على نفسها باب الاوضه طول الوقت. تمام. انا كأم اقلق امتى؟ احنا هنصعب عليهم. يعني هو الايزوليشن مش فكره ان انا ما اعرفش عنه حاجه. الايزوليشن هو عايز كل حاجه في اوضته، عايزه كل حاجه في اوضتها. فانت تمام، بس انت من حقك تتفقي معاهم. لا هخش افهم انتوا بتعملوا ايه. طب بلاي ستيشن، خبط افتح، انت بتعمل بلاي ستيشن، طب تمام. قاعد هنتكلم عن بلاي ستيشن بعدين، بس انا عايزه تمام. بس انت الفكره ما هي الفكره اتفاق. انت فكره الايزوليشن هم محتاجينه ايه؟ اوضه اخواتهم ما يبقوش داخلين خارجين عليهم. ما تبقوش انتوا كل شويه سيب الباب مفتوح. لا ما ينفعش نحط التلفزيون في الاوضه. هو ليه فكره معينه او صوره معينه للايزوليشن، ان هو يبقى برنس، عنده اوضته، عنده الجادجز بتاعته، عنده الفاسيلتيز بتاعته، بيقدر عنده الحاجات اللي هو بيحتاج لها، جهاز معين، حاجه معينه، مساحه معينه، حريه معينه. مش فكره العزل او العزله بتاعت انا عايز ابقى قاعد لوحدي مش عايزكم. هي مش كده. عشان كده بتبقى تاني بالنقاش، هو انت طب يعني انت او هو عايزين ايه؟ بس عايز تلفزيون في اوضتي، بحب اتفرج في اوضتي، تمام. بس ساعة الاكل هتاكل معانا. وبعدين ده سن مراهقه، يعني كل واحد بيعدي بحاجات. احنا كلنا قعدنا لوحدينا وكنا قعدنا وكنا ناس بنحبهم مش طايقينهم ومش قادرين نقعد معاهم ومش عايزين نشوفهم وبنصحى الصبح مش عايزين نروح الجامعه اصلا ومش عايزين نروح المدرسه اصلا. ما هي في تغييرات فيزيائيه بتحصل لنا وده كله معروف ومكتوب في الكتب. طب انا ما عنديش مشكله ان انتوا تقلقوا، بس هو احنا ليه بنتعامل مع دوت بفكره هو يعني ايه مش هتقعد معانا؟ احنا كنا انا كنت بطلب ده وانت كنت بتطلبي ده. ازاي احضر ابني او بنتي لمرحله البلوغ؟ هل انا كأم اتكلم مع بنتي وهو كأب بيتكلم مع ابنه، ولا
اسيبه هو اللي يجي يفتحني في الموضوع ويسأل هل انا افرض حتتي، اخش انا كأم اقتحم، ولا لا استنى اتفرج وهي تجيلي او هو يجيلي؟ يعني لازم يبقى فيه فتح باب نقاش ومن عندي كأم أب بس مش فرض اجس نبض. جس نبض مع شويه معلومات، مع شويه مامي من فضلك تكلميش في الحاجات دي، يبقى خلاص، يبقى للاسف يعني تمام. طيب انا فاهم ان انت قلقان، بس ممكن بقى نسيك هلب، يعني ممكن بقى نلجأ لحلول زي الطب النفسي، حلول زي كوتش مثلا. نفسي ليه ولا ليه ولا لا طبعا كلنا يعني نروح يعني. لا ما انت عايزه تطمني يعني انت ممكن يعني ما هي دي الفكره. امتى انا اقلق وادخل فعلا بروفيشنال؟ ما هو مش لازم تقلقي، هو يعني صح. يعني هو بس ان انت تفصل ان هي ما تقلقش دي زي ما انا حلو جدا، انا معاكي في ده جدا، معاكي في ده، بس هو ده بقى اللي انت محتاجه يعني اشتغل عليه مع نفسي، يعني تعيدي التفكير اللي هو طيب مش عايزه تتكلم معايا، طب انت تحبي تروحي تتكلمي مع حد؟ اعرض ده طبعا. انت يهمك ان هي تبقى فاهمه ده، ولا يهم ان انت اللي تقولي لها ده بنفسك؟ لا يهمني ان هي تبقى فاهمه طبعا. حلو جدا. طب تحبي تتكلمي مع حد؟ تحبي مثلا نروح نتكلم مع خالته؟ تحبي نروح نتكلم مثلا مع انا دكتوري مع الدكتوره الفلانيه؟ طب حد من اصحابك مثلا راح له كوتش، وبعد كده مثلا هتديكي اسم انت ما تعرفيهوش، اسالي عنه. لا انا لا مش حاسه ان ده اختيار كويس، طب ما تيجي نشوف اوبشنز تانية. ده يوديني لسؤال تاني بقى. لو انا النهارده عندي اعتراض على صحبه حد من ولادي، تمام، هل ده دي تجربته واسيبه يعيشها ولما يلبس ولا لما تلبس هي يعني بقى؟ خليني برضو اسال شويه، ايه نوع الاعتراض؟ لا ممكن يكون على فكره هنبتدي من قلب مش مستريحه مش عارفه ليه، ماشي، لمواقف معينه اتحطيت فيها. مثلا انا شفت مثلا ان الشخص ده ندل مع ابني جدا مثلا، او شفت، مش هقول ان هو حد قليل الادب او قليل الادب، مفيش ضرر يعني. لا مفيش ضرر، خليني طيب اكون صريحه. يبقى نقاش بنعبر عن مشاعرنا تجاه الشخص ده، اعبر بس طبعا بهدوء. يعني ايه هدوء؟ يعني اللي هو اصل انا بكرهها وما تجيبليش سيرتها وعايزه تروح معاها روحي. طب صح، ما انت كده بتعبري عن رفض. امتى تدخل لو في ضرر؟ لا لو في ضرر، يعني فكره الضرر دوت امر خلاص هم نفسهم هيخافوا. خلي بالك اول ما بيحسوا بضرر هم نفسهم بيكلبشوا. يعني لو لقيت مثلا حد بيجرجر حد من ولادي العاده مش حلوه طبعا، بصيت لقيته مثلا حد من ولادي بدأ يكذب وهو بيتكلم عن حد طبعا معين، لا اللي هو احنا محتاجين نقعد نتكلم ولازم يبقى في وقت للدردشه، وقت اللي احنا بنقول آرائنا وبنتكلم اصحاب، وقت ان احنا لا ده حصل واحنا اتضايقنا، وقت الصارم ده لا. ما هو لو انت حطيتي الانواع دي هيبقى لما تيجي في موقف صارم هيبتدوا هم ينتبهوا ان في حاجه غلط. لكن لو على طول صارم وعلى طول لا وعلى طول ما ينفعش وعلى طول هو كده وعلى طول كل شويه بنتخانق، يبقى يعني ما فيش تفرقه ان هم يبتدوا يشوفوا ان في ضرر هنا وان ده ان مامي مقفره. ما هو كان دايما اقرا واشوف يعني حاجات. وانا شخصيا مثلا انا لا اعترف ان انا ابقى صديقه ولادي او ولادي يبقوا اصدقائي، احنا بنبقى فكره الارتياح النفسي موجوده، بس دايما مش بحب احطهم في حته ان احنا اصحاب. ده لازم في سن المراهقه بقى، ده بقول لك من سن الطفوله، لا سن المراهقه ده لازم، اصل خلاص ده شخص كبر. التحكم فيه زي ما كان صغير، زي ما كان في حضانه، زي ما كان في ابتدائي، يعني انا بالنسبه لي غلط، او انا بالنسبه لي لا افضل هذه العلاقه او التعامل بالصوره دي. ليه؟ ماشي. لان ده هيبني شخصيته، يا اما هيبقى اعتمادي، يا اما ما عنده، يا اما شخصيته دايما اضعف من اللي قدامه، هيدي مساحه اللي قدامه هو اللي يبقى اقوى، لان هو متعود ان حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. دايما ما تعودش يختار. فاحنا بنيجي نقول بقى القوه في اتخاذ القرارات. دايما ما يعرفش يقيم الحاجه، ما يعرفش يشوف الضرر، ما يعرفش يشوف العيوب والميزات، فده هيأثر في شخصيته جامد جدا طبعا. فانا ازاي اطمن ان هو تاني، خلينا برضو نرجع لنفس الكلمه ضرر. انا اهم حاجه ان هو مش بيضر نفسه. فالضرر هيجي منين؟ هو بنحكي لبعض كل حاجه، والصحوبيه بتيجي من ناحيتين. أيوة. انا بحكي وهو بيحكي، ايوه انت بتحكي وهي بتحكي، عشان نحس ان احنا زي بعض في العلاقه، طبعا. خلاص السن ده لازم ده هو ردود الافعال هي اللي بتختلف. في واحد
بيطلب الطلب بيتقال له لا، امره لله وبيكتم جواه. في واحد تاني بيتقال له لا، غضب. مش خلاص بنبتدي نشوف ردود افعال احنا شفناهاش قبل كده. هو انت ماشي الحاجات اللي بتتقال هو بقى اتجنن او اتجننت. وفي ناس اصلا ما بيسمعوش اهاليهم، هو بينزلوا يعملوها. طيب انا هكمل الاسئله اللي عماله تطلع في دماغي. هل مهم في السن ده ان انا افهمه انه الغلط is okay، فكره ان انت تعمل حاجه غلط دي is okay، وان في مساحه ان انت تيجي تحكي لي حاجه غلط؟ ايوه طبعا ده لازم. وهل مهم ان انا شير معاه انه انا نفسي ممكن اكون بعمل حاجه غلط؟ ايوه طبعا، ما احنا كلنا بنعمل حاجات غلط عادي. ما هو انا يعني مثلا من الحاجات برضو اللي بتبقى very common حته الدين. انا عايزه اخش الحته دي بس مكسوفه والنبي عايزه اخش. اصل هي الاهالي بتبتدي في المرحله دي، مش في مرحله الطفوله، في مرحله السن بتاع المراهقه دي، يقولك لا انسى انسى، فتبتدي تخش بالدين ترزع على العيال. واحنا اصلا وانتوا اصلا مش احنا اصلا مش بنطبقه. لا هو الفكره ان هو حتى لو بنطبقه، حتى لو بنطبق الحاجات اللي احنا بنطلبه منها، حتى لو هي عبادات بسيطه، بس هو هيبتدي يبص لنا بعين الجادجمنت بقى. طب تعالي لي بقى. ايوه انا ساعات بتعملي هيعلي عليا، فنخش في ديبيت رهيب. تدخين مثلا، ولاده يقولوا لي ما انت بتدخن. ايوه انا بعمل حاجه غلط ما احبكوش انتوا تعملوها. يعني لو قدرت ابطلها هبطلها. اعترفت صح. فخلاص بقى هم يعني مش هيجوا بقى، ومش كل مره اعرف ان هم نزل اشترى فيب ريحته شيشه اقعد اتخانق معاه الصراحه واقلب الدنيا. طب لا بس انا عايزاك فكره ان احنا نفرض الدين دي تطلع ايه بقى؟ لا اصل فرض الدين يعني هو كل بيت الدين فيه مختلف. صح. فانت عايزه ايه من الدين؟ يعني مع كامل احترام الحاجات برضو اللي بتعمل مشاكل، الاب وام مش بيصلوا، يعني رمضان بالنسبه لهم صيام وفطار، مفيش حاجه اكتر من كده. بس عيد ميلاد مثلا او خروجه فيها ولاد لا، مايو وبحر لا، او ممكن مثلا مايو تمام وكل حاجه بس مع اصحابك البنات، لكن مع اصحابك الولاد لا. طب ما في ولاد ورجاله تانيين قاعدين. فبيبتدي بيبقى في نقط هو تاني هو مفيش منطق. واصلا العيال دي في السن ده هم لاست، هم تانيين بالظبط بقى. فانت وبعدين الجيل دوت بيستوعب اكتر مننا واسرع مننا. منطق اديني منطق بكتير. ليه؟ يعني احنا زمان كانوا بيقولوا لنا شرايط الفيديو والفيديو ده هيبوظكم. انا ياما اتقال طيب دلوقتي مش هو اللي بوظنا على فكره. يعني يعني جاس وات مش هو اللي بوظنا. البلاي ستيشن ده مضر جدا. الساعة ولا 2 ضررها ساعة ولا 2 انا ما اعرفش. لا بلاش، انا ما اعرفش. انا بحط نفسي مكانه. احنا كلنا لعبنا فيديو جيمز وكلنا كنا بنقعد بالست 7 8 9 10 ساعات قدام الاتاري ومن نينتندو يعني ولعبنا والسيجا والحاجات دي كلها كانت على ايامنا. يعني ما اعرفش. لا انا لا جالنا تخلف ولا عيوننا باظت ولا طلعنا مش عارفين نشتغل ولا جالنا توحد ولا جالنا امراض. مبتدي بدري في سنهم. بس تاني يعني مش لازم يقعدوا 10 ساعات. أيوه. بس مش لازم بقى يبقى في لا. فهو الدين في نفس الوقت انت عايز بنتك تتحجب. طب انت مفهمها ايه الدين؟ صح. انت فجأة كده لما جت هي تبقى في سن المراهقة انت لازم تتحجبي. احنا لسه موديل قدامهم يا محمد ولا خلاص؟ بصي طبعا اللي بيشوف ما هو ده بقى التكوين الشخصية اللي هم الطريقة اللي بيتعاملوا بيها هي بتكونهم. الحاجات اللي بيشوفوها في البيت هم اللي بيأسسوا نفسهم عليها. اوكي. فلو هم يعني لو شافوا ناس بيصلوا في البيت، لو شافوا ناس بتصوم، لو شافوا ناس بيدفوا الكاسيت ساعة الأذان، لو شافوا ناس لا لازم نقرأ القرآن. طب احنا هتطلع دي العادات. هتطلع بقى ان هم لا ما في دين وفي حاجات. تمام. لا احنا ملتزمين من الاول ومثلا ما بنسلمش الستات بيقعدوا لوحديهم والرجاله بيقعدوا لوحديهم. هيبقى ده مفهوم. بس ما بقاش فجأة ابقى انا ماشي في شكل اجتماعي معين وفجأة اطلب منهم حاجة عشان انا بالنسبه لي كده حاسس. خلي بالك اللي في ناس بيعملوا دوت ايه، انا كده هبقى مطمن. بأمنه هو او بأمنها هي لو انت تتحجبي انا بغرق بس انت بالظبط كده. لا اللي هو انت مش هتصلح اخطائك. أيوة. في ان انت تفرض عليهم حاجات تانية صعبه. يا الله. طيب
دخلت لقيت ابني بيشرب سجاير او بيتفرج على حاجه مش كويسه، او بنتي، عشان برضو دلوقتي المواضيع بقت لطيفه، اتصرف ازاي؟ ما تجيبيناش حاجات صعبه يا ياسمين، يعني انت برضو يعني هي المخرجين دايما يزنقني كده. يعني قلت لي مش محضره اسئله. والله العظيم ما محضره ولا سؤال من اللي انا قلتهم لك دول. انا على فكره بسالك كأم، انا نسيت اصلا ان وانا إحنا هرد بعد بصفه شخصيه، مش هرد بصح وغلط، عشان برضو مفيش صح وغلط يا جماعه، احنا مش يعني عارفين. لا هم عارفين ان احنا بنرتجل وعادي جدا يا جماعه، احنا بنقول اي كلام، ما حدش يسمع الكلام ده. ما شربتيش سجاير؟ استغفر الله العظيم يا رب. ما تاني بس من ابتديتي من سنه كام؟ من سن لا كام؟ والله كنت كبيره. من سن كام؟ في الجامعه يعني. كبيره في الجامعه والله. ماشي، يعني كنت لا استنى كده، مراهقه يعني. ده انت غريبه قوي. لا اول مره في يعني في سن طيب مش عارفه ان كانت بتضر اكيد، بس كان فضول يعني، عادي حبينا نجرب. وقعدنا سنه سنتين بنشرب، وبعد كده حسينا ان احنا بنعمله ده. لا والله ما عجبتنيش من اول مره، وبعدين سبتها. ولو كانت عجبتك كنت كملت اكيد، وفي كتير من صحابي كملوا. كام واحد تعرفيه بيشرب سجاير؟ كتير. هتقولي له ايه؟ يعني ما هو تاني، ما هم شايفين. بس انا ما هو يا ستي ما عنديش مشكله، وهو شخص دلوقتي بقى مستقل وعايز يجرب، اسيب. ما اقدرش اقول كده برضو، بس من حقك تتكلمي معاه اللي هو بالنصيحه مش بالسويت. أيوة، مش هقلع الشبشب، مش غلط ومش هينزل وهياخد فلوس كده، هتديله فلوس وكده هيشكي وهياخد من اصحابه، يعني فاهماني؟ هيبقى هو بياخد الفلوس يروح يجيب اكل، واصحابه بياخدوا الفلوس بيجيبوا لبعض السجاير، يعني هيجيب سجاير وهيشرب سجاير. صح. بس هو الفكره، ما هو انا عارف ان ده مضر، بس هفضل اخاف على كل كبيره وصغيره. ما هو هخاف نفس درجه الخوف ونفس درجه القفش يوم ما تحصل حاجه كبيره، انا مش هعرف ان الفت انتباهه. طب لو حصل حاجه كبيره، ما حلو بقى. هرجع طبعا اقول لك السؤال الصعب اللي هي ايه، يعني يعني ما احنا برضو، ما هي المشاكل كلها اهي. يعني لو هو بيشرب سيجاره ممكن احسسه ان هي حاجه مش عجباني، يعني برضو كان موقف مع ابن اختي من غير ما نفضح حد. يعني بس تمام. انا جايب فيب وعايز، واحنا قاعدين نتكلم عارف ان هو جايب فيب وعايز يشرب قدامي. قلت له لا، يعني انا رافض ان انت اصلا تدخن وانت مصمم، فتمام ما تعملهاش قدامي. وده انا يعني دي مش عقاب لي، ولا ان انا بغلس بطريقه متحضره، لا انا انت يعني بتجيب فيب، انا يعني لو عرفت ان الفلوس دي راح الفيب انا مش هديها لك. ده كل وبعد اذنك ما يعني ما تقفش معايا ولا تقعد معايا تشرب فيب. انا ده يعني انت بتضر نفسك وانا مش عايز اشوف ده، بس هعمل ايه اكتر من كده؟ طيب هل لسه بيأثر فيهم؟ هل مهم اللي احنا بنيناه وهم اطفال ده انه مامي ما تزعلش، ده لسه بيأثر فيهم هم كبار انه لا انا مش عايز مامي تزعل؟ انا هقول لك على حاجه بصراحه، عشان برضو ايه، من غير فزلكه، يعني انا عملت كده مع اولادي. انا ما اعرفش ان تجربتي مع اولادي فالحه ولا مش فالحه، وناجحه ولا مش ناجحه، انا ما اعرفش. بس انا مع اولادي بنيت حب كده جامد قوي، علشان يبقى انا واحده تروماتايزد وواحده بتعالج نفسيا، فمش ما عنديش القدره، انا بتكلم بمنتهى الصراحه بقول ان ده غلط او صح ايا كان، انا ما عنديش القدره يا محمد ان انا اعاقب ولادي، ما بيجيليش قلب. تمام. ولما بزعق ومش عارف ايه، بقوم داخله بعديها ب5 دقايق انا اسفه وحقكم عليا وما تزعلوش. يعني ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس صح. لا ده صح. هل انا ولادي بقى النهارده ابني عنده 15 سنه لو قلت له انا زعلانه منك، ده العقاب، خلصنا. انا مش بحتاج، ما اقعدش بقى اقعد اعاقب. ده مبني من ايه؟ طفوله، من طفولتهم هم. ايه اساسه؟ عقدتي النفسيه. الحب والاحترام. ان انت اولا حب ايه بقى، عشان بس الناس ما تقولش ان هو كلام حلو يعني ده اللي انا افتقدته كطفل. لا الحب اللي هو احنا كنا بنتقبلهم، كنا بنحبهم في اي وضع، كنا بنعبر عن مشاعرنا، بنسمعهم، بنشاركهم، بيشاركونا، ان احنا موجودين في حياتهم بصوره مش الصوره ان احنا بيخافوا مننا البعبع بتوع المذاكره وبتوع اصل الاب ما بيظهرش غير لما يبقى عامل مصيبه فيديله علقه. لا احنا كنا مصاحبينهم بالطريقه ان احنا بنعبر عن مشاعرنا، بنحسسهم ان في مسانده عند اللزوم، ان احنا ساعه الغلط بنقول ان ده غلط، وساعه الصح بنكافئهم بنقول ده صح. طيب لو انا كأم لسبب ما كنت بمر بفتره في حياتي، كلنا عندنا كولابسس كده في حياتنا كأمهات وكأبهات، لو انا النهارده كأم وأب
فاتتني فتره الطفوله ان انا افرش الفرشه اللي هي بتاعت الحب والاحترام. هل كمراهق الحق الم ده ولا؟ ايوه طبعا، يعني مفيش لا قاطع خالص. فيها احنا بنحاول نعمل ايه وهم مش كل طفل زي التاني. فلو ابتدينا نقدم حاجات متاخر احسن بكتير من احنا خلاص بقى، ما انا ما عملتهاش ولا جيت اعملها دلوقتي هيرفضني. better late than never. ما هي دي الفكره بقى. انت خايفه ايه؟ خايفه من الرفض؟ ما جربي. يعني انت زمان خايفه من ايه؟ صحيح. يعني هي دي الفكره. ما هو في الاخر دول يعني الاباء والابناء دم متصل مدى الحياه. صح. فانا عمري ما هاجي في مرحله اقول وقف ده، اجل ده، ما تعملش ده لو حاجه كويسه. انا ابني عنده 15 سنه دايما يقول لي مامي انت في حاجات بتعمليها معايا، وبنتي عندها 10 سنين، فيقول لي انت في حاجات بتعمليها معايا غلط ومش بتعمليها مع فريده. فانا عندي درجه الصراحه دي مع ابني، ان انا افهمه انه حبيبي انا بجرب، انا ما كنتش ام قبل كده، انت اول تجاربي. صح جدا. فانا بجرب ممكن اغلط، وانا سامحالك حتى بالمساحه دي، انه اسماعيل شاركني التجربه، انه لو لقيتني بعمل حاجه غلط قول لي عادي، فوقني عرفني وقول لي فانا كأم مرتاحه بالطريقه دي، لان انا فكره ان انا مصاحبه اولادي ان هم بيعملوا المصيبه ويجوا يحكوها لي، انا بالنسبه لي ده علامه الجوده اللي خدتها في علاقتي باولادي. انه لما اسال بنتي ايه اللي حصل تقول لي وانا عملت كذا. يلا بقى ورينا هتعملي ايه. بوم بقى، فاهم؟ ترمي. ما اختلفتوش قريب انا وهي، او يعني انتي والولد او انتي والبنت؟ انا والولد يعني برضو الاكتر حاجه بتبقى لا اختلفنا، هي الاختلافات. مع ان انا شخصيتي شبهه جدا، بس بنختلف. مثلا انا بالنسبه لي حته انعدام المسؤوليه بالذات بقى في حاجات، في مواقف، يعني يخرج مع صحابه ويروح حته مش عارف بيلعب كوره فين، موبايلي فصل وانا المفروض رايحه اجيبه. بص يا محمد، انا في اللحظه دي ببقى امنا الغوله. شوف انا ام بقى لذيذه ازاي، بس في اللحظه دي بقلب امنا الغوله. بينك وبينه ولا قدام اصحابه؟ بيني وبين نفسي الاول في العربيه. تمام. دي الناس بتبقى ماشيه جنبي في العربيه شايفه واحده بتلطم بقى وبتصوت، احاول اطلع كل النيجاتيف انرجي، ومش عارفه انا اكلم مامه مين، فهي تكلم مامه مين، فنكلم مامه مين، فننزل بقى في الشارع كلنا نقعد ندور عليهم. اوكي. حصلت كتير؟ حصلت مره لسه الشتا بتقولي اخر هي دي the most recent، بس مش دايما بتحصل. لا اوكي. فاحنا معناش ارقام في ناس اصحابه، فاحنا نعرف نتصرف. ولا كلهم ما احنا كنا بنلعب كوره، ما احنا كنا سايبين الموبايل في ردود كده مستفزه. ما خلي بالك برضه بس ده الجيل ده تنح يعني، فاهم؟ لكن ما فيش حاجه يعني لسه الحمد لله. مصيبه؟ لا لسه الحمد لله ما حصلش مصيبه. ما دخلكيش بسجاره يعني او اي حاجه؟ لا لسه الحمد لله. وهو بقى بالعكس، انا بفضل اقول له يعني لما تعوز تجرب قولي، يفضل يقول لي ايه مامي القرف ده، انا مش عارف، انا ولادي عايشين الدور كده ايه ده القرف ده مش عارف ايه، فبفضل اقول طب خلاص يعني، بس لو عايز تجرب قول لي. فما بحسسهمش بانه انا برضو عندي حته الصح والغلط، ما فيهوش صح وغلط، ما فيش حته دي مصيبه، لا يعني اتس اوكي. يعني كل حاجه باخدها معاهم على قد ما بقدر. كلنا جربنا والله. على قد ما بقدر باخدها معاهم بحته. وعارف بقى اكتر حد بيحسسني باطمئنان في الموضوع ده، عشان كل واحد ياخد حقه بصراحه، كريم. لان كريم دايما بيحسسني، انا برضو خلي بالك في الاخر كنت بنت وتربيه رهبات، وامي كانت شديده جدا جدا جدا، ففكره اصلا ان انا ابص من الشباك ده كان بالنسبه لي يعني انا بصت يعني. فكريم لما بيقعد يحكي لي بيقول لك ايه، احنا اولاد صغيرين مش عارف ايه، مامته تحكي لي تقول لي مثلا كريم ده يقعد طول السنه مش محسسني باي مشاكل، واجي اخر السنه اخد الليفري بتاعه ابص الاقيه ده اترفد 3 ايام من ده حصل له ابني انا كريم كوكي مش ممكن. فلما بشوف انه كريم لا كتين ايجر عايش وعمل وطلع في الاخر الراجل اللي هو عليه النهارده ده، بقول سو اتس اوكي. مش معناه ان انا بشيل ايدي خالص، هو بس مش احنا مش بنتجاهل اللي بيحصل، بس احنا يعني محتاجين نبقى هادين، وعارفه ان الجيل مختلف، وعارفه ان هم منفتحين على حاجات كتيره قوي، وعارفه ان التربيه دلوقتي اصعب بكتير. بس انا بشوف انه احنا كل ما نستصعبها ونبتدي نستعد بجادجز كتيره قوي واسلحه كتيره قوي احنا بنأفور. ممكن يكون بالعكس احنا محتاجين نلات جو ونهدى شويه كل ما الدنيا تصعب، علشان تعرف المركب تزق بينا يعني. طيب اخر سؤال هسأله لك عشان ما تعبكش النهارده، ولا ممكن اسالك سؤالين كمان بس اصل انت اجاباتك لذيذه قوي محمد، فبتخليني اطلع في دماغي الاسئله. اعاقب ازاي في السن ده لو انا عمل المصيبه يا محمد، عمل مصيبه اذى واحد مثلا، او عمل حاجه يعني خلينا نقول يعني هنفترض ان لازم عقاب يعني، لكن او احط اسات ديسيبلين ازاي؟ ما عشان كده لازم في نبرات حوار مختلفه.
هو ده الديسيبلين، هو ده يعني التنبيه بتاع في حاجه غلط. لو طول الوقت بتقفشي وزعيق وكده، جيت متاخر زي ما جيت في ميعادي، عملت حاجه صغيره زي ما عملت حاجه كبيره، كده كده هتزعق. فمفيش الحاجه اللي بتلفت الانتباه. فان انت يبقى عندك نبرات نقاش مختلفه، ده حاجه قويه جدا. في مواقف احنا هنتفق، يعني طيب انا هسيبك كل يوم تلعب مثلا ساعتين بلاي ستيشن، ماشي، وهشوف نتيجه الكورت او نتيجه الامتحانات. لو ده لو كذا هتختار عقاب، هو اللي يختار. مش انت اللي عايز البلاي ستيشن، وانت كمان هتختار عقاب وتخليه هو يجيلك بقى انت اللي تختاري. ده انا بشاركه للدرجات دي طبعا. هو لازم يبقى فاهم. من سن كام بقى اللي انت بتقوله ده؟ من اول ما بيتكلم بياخد من اول، لان خلاص يعني ما هو ممكن حد يبقى عنده 8 سنين يجي يقول لك انا هو بينام الساعه 9 الساعه 10 في ماتش، فعايز اقعد اتفرج على ماتش. يعني هو هي ملهاش دعوه هي ليها دعوه بالطلب، ليها دعوه بان احنا نكسر الروتين، او ان احنا نعمل حاجه. بالنسبه للاهالي بتبقى كسر يعني الروتين. ايه تنام الساعه 10:30 انت بتنام من 9، اللي هو طب عايز اشوف الماتش، عايز اشوف شوط، طب خلاص هتشوف شوط وننام بعد الشوط الاولاني. يعني ما هو بالماين. فانت لو انت هتديله حاجه لازم يعرف ان في عواقب لو ما اتحققتش، يبقى احنا محتاجين نبقى نتفق ايه اللي هيحصل. يعني حتى ساعتها مش لازم نقول يلا نحط عقاب، يلا نحط عواقب، اللي هو طب افرض انت ده ما حصلش، صح، ايه المهم في ده؟ ان احنا خايفين عليهم، ان احنا عايزين نتاكد ان ده مش هيضرهم. ما هو انا لو خليتك كل يوم تلعب، انت ممكن تسرح في الوقت، ممكن ما تنامش كويس، ممكن ما تبقاش مركز وتبقى عايز تقلب المذاكره عشان فلو ان انا سمحت لك بده واثر على دراستك، يبقى انا مش هعرف اخليك تعملها. افهمه انه بس كده انا ايه القلق جاي منين؟ ما هو انت جبتي له بلاي ستيشن، فانت ما عندكيش مشكله في الشيء، وفي اوقات بيلعب فيها، بس هو عايزها يستمتع بيها بصوره مختلفه، صوره ازيد، صوره يعني فريكونسي او تكرار اكتر. طيب ممكن نعمل ده ازاي؟ طيب اخر سؤال ان شاء الله مش قادره اسيبه. لو انا وجوزي او يعني 2 قرروا ان هم ينفصلوا في سن ولادهم، الاثنين عندهم ابن مراهق والاثنين قرروا ينفصلوا، مهم قوي ايه في الفتره دي للمراهق اللي معايا في البيت وانا بنفصل؟ ان مفيش حاجه تحصل قدامهم، يعني اتطلق من وراهم؟ لا النقاش يعني طبعا خطوه شويه بس لورا، خناقات، مشاكل، لا ده في كل الاحوال، ده سواء بيطلقوا او بيطلقوش. يعني انا بس رجعت الخطوه لورا، لان دي بتبقى دايما في بدايات بتحصل قبل الطلاق. طبعا الاهم من دوت ان يبقى الاب والام مش مستعدين يستخدموا الابناء في الضغط على بعض، لان دي لو موجوده فهو خلاص كل اللي انا هقوله هيبقى يعني ولا ليه اي قيمه. لو انا هبقى بضغط ان انا ما اصرفش، او ان انا هبقى انت بتضغطي ان انت ما توريهوش البنت او الولد فخلاص انا اللي انا بقوله ده هيبقى ملوش اي خلاص مش فهو لازم يبقى فيه ان هم ما بيشوفوش المشاكل، ما بيشوفوش المشاكل، بيبقى فيها طبعا مش عدم احترام، بس بيبقى فيها صوره حديه وبيبقى فيها ده ما ينفعش يشوفوا ده. صح. لو انا بالنسبه لي مهم جدا ان هم يبقوا عارفين ان في مشاكل. لو انتوا واصلين خلاص، يعني انتوا هم يعني انتوا لازم تبقوا ايه، هم ما يعرفوش اي حاجه بس تبقوا مفهمينهم ان ده لو خلاص واصلين ان ده هيحصل، ممكن تبقوا مفهمينهم ده ممكن يحصل قبل ما قبل ما ننفذ القرار، بس انتوا خلاص متفقين وبتنفذوه. ماشي، لا رجعت فيه، يعني لازم ابقى متاكده ان لا رجعت فيه، فابتدي اشركهم عشان امهد. بس لان طبعا الطبيعي طب انت هتبقي متفق اكتر، يعني الراجل والست متفقين اكتر، او الاب والام متفقين اكتر، احنا ازاي الدنيا هتمشي مع الاطفال طبعا. فاحنا محتاجين نقول ولو ده حصل هيبقى في 1 2 3 هيبقى غالبا ويك اند هنا،
هتبتدوا لازم تعرضوا لهم البروس يعني خطوات كلها والتغيير. هي المشكله في ده التغيير. تغيير حياتهم اليوميه، مدرستهم، تعلقهم بيكم. لو هم بيحبوكي مش هيشوفوكي في الويك اند، لو هم بيحبوك مش هيشوفوك كل يوم. ايوه، فهم لازم يعبروا عن مشاعرهم. لو لاحظت ان سلوكهم متغير في الفتره دي اتقبله، وده لازم ساعتها ممكن محتاجين ثيرابي طبعا. لان هو دلوقتي هو دلوقتي التغيير في تغيير ويعني منتل او يعني تغيير على الحاله الذهنيه بتاعتهم والحاله النفسيه بتاعتهم. يعني وانتي اوريدي او الطرف الثاني بيبقوا محتاجين مساعده في الوقت ده، فهو كله مضرور. فانا يعني فماني مش هجيب حد عنده مشكله يحل حد عنده مشكله. احنا غالبه قوي، احنا الام والاب والله غالبه قوي يعني. والتربيه صعبه جدا 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 جدا. يعني فعلا من اصعب الحاجات. يعني انا مقتنع ان لازم يبقى في تفكير وفي تركيز مهم جدا قبل ما يبقى في قرار خلفه. تاني مره هقولها في البودكاست ده انه بستغرب قوي ان دايما في تصريح دفن، بس مفيش تصريح خلفه. تصريح دفن ما هيروح فين؟ ما هيدفن ان شاء الله، هيدفن ما يعني بس لازم تطلع له تصريح دفن. لكن تصريح الخلفه مش موجود. اي حد ممكن هو تصريح جواز اكشلي يعني. تصريح جواز طبعا. لا عايز يتجوز يا جماعه، بس خلفه دي بالنسبه لي انا صعبه يعني جدا ومهمه جدا 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 جدا. طيب بما اننا لمسنا برضو حته صعبه، مش هينفع يا محمد ان احنا نعدي حادثه حصلت من يومين ومضايقاني قوي وعايزه اتكلم معاك فيها. حادثه البنت اللي انتحرت نتيجه التنمر. دوري كأم ازاي انا احمي ولادي من التنمر، وازاي انا اعلم ولادي خطورة التنمر والهزار السخيف والتريقة البايخة والاستظراف واللي بيحصل دلوقتي. لا يعني عادي هتفتحي الموضوع يعني البحري. هو ما فيهوش حاجة بحري او مش بحري. هو يعني انت يعني ابتدي انت بالموضوع. انتوا بتهزروا ازاي؟ يعني في حد بيغلس على حد؟ واشرحي لهم يعني ايه تنمر اصلا. يعني انه انا يعني هل مثلا من ضمن الاويرنس ان انا اعلم ولادي الوعي ان انا اشرح لهم قصه زي ان انا احكي لهم قصه زي دي وافهمهم؟ مش لازم احكي لهم قصه زي دي، مش لازم احكي قصه يعني مش لازم اخوفهم. ماشي بلاش. يعني ممكن يعني انت دلوقتي انت عرفتيها بقصه مش حلوه. حلو. طب انا دلوقتي انت فارق معاكي ايه ان هم يفهمين ايه هو التنمر، ما يعملوهوش ولا يستقبلوه. ما هو طبعا لما حد يعمل فيهم كده بقى، هو المشكله انا عندي اهم المشكله الكبرى ايه؟ ان ده لما يحصل ورد فعلهم ايه عليه لو هم سنسيتيف. ما هم احنا لسه هنشوف بقى يعني. احنا مش عارفين. طب انتوا فاهمين معناه؟ فاهم ازاي تقولوا ان لا لو انا ولادي النهارده بيتعرضوا لتنمر وهم سنسيتيف وبيجوا يحكوا لي، انا كدوري كأم؟ لا طبعا. انت في دايره بتحصل يعني لو من اطفالهم، من مدرسينهم، من اهالي. التنمر ممكن يبقى من مدرسين طبعا. معلش بقى نحط 100 خط تحت دي. ايوه انت المقارنه دي بتبقى ساعات ممكن تبقى تنمر. اللي هو انت فاكر يعني انت في اسوأ من كده كمان. انت يعني فرق معاك قوي الامتحان امتى؟ ما هو مش هو يعني ممكن يكون مش قاصد، بس برضو بتحت تندرج تحت الجهل. التنمر مش ممكن يكون مش من الصحاب، ممكن يكون من اي حد، ممكن يكون حد في العيله. طبعا حد ده اولها اللي هو تخين شويه. يا ابني هتلعب معاهم كوره ازاي؟ عشان كده بقولك هو هيبقى دردشه. يعني انت محتاجه تقري عن التنمر، محتاجه تفهمي ايه هو التنمر. عشان انت لما تيجي تفتحي معاهم الموضوع، انت ممكن تكون يعني اللي محتاجه تشوفيه انا هفتح معاهم الموضوع ازاي. ايه المواضيع تبقى شيقه بالنسبه لهم ان هم يتكلموا فيه. يعني ازاي اخليهم مستعدين يتكلموا معايا ويبقى في حوار بيننا في النقطه دي، عشان اتاكد ان ده تمام، ان او مش ده تمام سوري، ان ده مفهوم وان هم محميين منه وان هم هيعرفوا يتصرفوا. هتفهميهم ان ده لما يحصل تعالوا احكوا لي. لو حاجه ضايقتك، ما هو برضو التنمر ده انا بالنسبه لي الملخص بتاعه بسيط ايه؟ انا بضايقك وعارف ان انا بضايقك وبتبسط لما اشوفك ضايقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. هل ده حصل لك؟ هل انت بتتبسط تعمل كده في الناس؟ يعني انت بتهزر مع اصحابك، مش لازم نروح فكره بتهزر مع اصحابك ازاي برضو. ايوه لا بس يعني في هزار خلي بالك ممكن يضايقني، فانت لازم تاخد بالك. وعادي جدا لو عملته وانت يعني حسيت ان انا ضايقك او مش او بعد كده استوعبت ان انت عملته، ممكن تعتذر.
ممكن تعتذر طبعا ممكن It's طبعا. never late. طيب احنا مش هقدر اتعبك اكتر من كده، بس انا لا، فعلا انا مستمتعه قوي يا انا محمد بصراحه بجد. يعني ما عنديش مشكله. انت مبسوط بجد؟ والله يلا نكمل. طب هتوعدنا بحلقه تانية؟ لا ده انا سعيد جدا. ويبقى معانا بقى نهى. يبقى معانا كوتش نهى فايد. يلا بينا بقى قعده ثلاثيه. قعده الثلاثيه دي بقى يلا. ايوه، ونفضفض لك همومنا من العيل. لا لا بس انا في حاجه بس مهمه عايزه اقول، عشان انت قلت نقرا، انا فعلا يا ريت كل ام واب 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 واب، لان الاب مش بس بروفايدر، مش بس هو المسؤول المادي عن الاسره، هو مشارك في رحله التربيه دي. وما ينفعش واحده ست. انا مشيت بولادي على فكره، ده من تجربه شخصيه، انا مشيت بولادي حبه حلوين لما كان ابوهم بيسافر، وجيت عند سن معين وقلت له قط بقى هنا وستوب وننزل، لان العيال دي عايزه ابوها. اي طفل او طفله محتاجين اب وام. لو ما فيش لاي ظروف عادي جدا هنتعامل، هيبقى في بديل هيبقى، بس ان حد بيعمل كل حاجه وحد مش موجود باختيار يعني حاولوا تبقوا موجودين. لو قدريه خلاص ده امر ربنا وربنا بيعوض. بالظبط. بس لو في اختيار، دايما اختاروا ان انتوا تكونوا مع بعض، دايما تختاروا ان انتوا تكونوا شركاء مع بعض. انتوا الاثنين مسؤولين ايكولي. انت مش عشان بتروح بتجيب فلوس فانت مش مسؤول زيها، ولا هي دي تربيتها، ما هي دي تربيتك يا هانم. ما بصي انت عملتي في الواد ايه، انت دلعتيه، انت عملتيه، انت كنت فين، انت مسؤول زيك زيها. الامهات اللي حابه ان هي تزود وعيها، في بودكاست كتيره جدا ممكن تسمعوها عن التربيه. في The Family Hub طبعا. يعني انا يعني مش عايزه اقعد اذكر حاجات، بس انا بالنسبه لي كمان في احلى بودكاست يمكن كنت بسمعه عن التربيه اسمه Raising Good Humans. ده سيزن 6 مثلا دلوقتي، فانا بشوف ان هو رائع وحلو جدا لو امهات حابه ان هي يعني، بس للاسف هو بالانجلش. والكتاب بتاع هولد اون تو يور كيدز برضو متهيالي ان هو في منه مترجم، انا ممكن ابقى احط لكم الريفرنس بتاعه برضو لو حابين ان انتوا تقروا. بس اكيد في يعني ريت تخشوا وتشاركونا الكتب اللي حلوه، البودكاست اللي انتوا بتسمعوها، حاجات بالعربي، مستشارين حابين ان انتوا تمنشن دم، قولوا لنا ونساعد بعض، لان احنا يعني مرحله المراهقه مرحله مش سهله، وكلنا محتاجين دعم بعض، وكلنا محتاجين مساعدة بعض. وعشان كده متأثرة قوي يا محمد ان انت ما اخدتش القرار ده اوت اوف ان انت عانيت مع ولادك، لا ده انت كان عندك التعاطف ان انت تحس بحد انت ما كنتش في مكانه. يعني طبعا بيبقى في نقطة دايما الناس بتسأل انت متجوز مخلف، فاللي هو لا، اللي هو طب احنا يعني في امه قالت لي طب انت ايش فاهمك يعني؟ لا والله اللي مخلفين مش فاهمين عادي. لا يعني وتفهمت يعني، قلت لها أيوة. يعني تعالي نجرب. أيوة. يعني لا انت درست وتعمقت في الموضوع واهتميت وتعاطفت، ودي اهم سمة في الكوتش. يعني برضو خلي بالك حلاوة الكوتشنج ان جزء كبير من الدافع خبراتنا، وجزء كبير من اللي بيساعد على الحلول برضو خبراتنا. يعني مش بس القرايه والعلم. انا يعني لما ابتديت ادرس اللايف كوتشنج في الاول، من الحاجات اللي فادتني جدا جدا خبرات الجروب اللي كان معايا. نورت بقى شويه حاجات، وبعدين ابتديت اشوف ناس بيشتكوا من نفس شكوتي، وابتديت اشوف ان في شكاوي ليها حلول، وابتديت بقى احس لو ايه ده. فهي في الاخر كان في جزء كبير جدا جاي من خبراتنا. بس ده بقى بنستغله ازاي؟ ربنا يبارك لك يا محمد. لا جميعا ان شاء الله، وميرسي ليكي انت اللي مدينا فرصه بجد مبسوطه يعني. اني هتيجي تاني، اصل هم هيبعتوا لي عشان عارفه بعد ما بصور بيجي لي بقى اسئله في التوبيك، فانا لما يجي لي اسئله هنحضر الحلقه الجايه بقى، مش هقول لك برضو الاسئله، بس هتوعدني ان احنا نصور تاني. وعد جدا بجد اتبسطت. ده انا اللي هبقى سعيد والله. ربنا يخليك يا محمد بجد، انت نورتني بجد. الراجل ما تاخرش والله بجد، يعني انا يعني كنت في قمه السعاده. ممكن تيجي تصور معايا؟ حاضر. ما كانش تحت بريشر منها ولا اي حاجه، بس هو جه تهديد. بس يا محمد بجد نورتني وكتر الف خيرك بجد. لا خالص، ميرسي جدا ليك يا شكرا. يا رب دايما يعني سيبكم كده بالعافيه ان شاء الله، ونلاقيكم على عواف جديده باذن الله. قط يا امير.